بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومتمما لمكارم الأخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، وخصه بالأخلاق الفاضلة. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. لقد كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مستمدة من القرآن الكريم، ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت لسائلها: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. فقالت: كان خلقه القرآن. والمقصود بهذا الوصف أن كل أمر جاء به القرآن الكريم هو من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين الأخلاق التي عرف بها عليه الصلاة والسلام الصدق، فقد عرف واشتهر بصدقه، وعرف بالصادق الأمين، حيث كان صادقا مع نفسه ومع الله تبارك وتعالى. كما أكسبه الله تعالى العدل، هذا خلق قرآني، فكان القاضي العدل مع العدو قبل الصديق، ثم العفو كذلك. ظهر هذا الخلق جليا في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وعفوه عنهم في عدة مواقف من سيرته العطرة، وكذلك الرحمة. ويكفيه من تحليه بهذا الخلق ما قاله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. للأخلاق الحسنة منزلة عالية في الإسلام، ولها مكانة رفيعة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولقد حث تبارك وتعالى المسلمين للتحلي بها. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم بحسن خلقه، فكانت أخلاق رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام خير قدوة للمسلمين. لذا دعا عليه الصلاة والسلام الناس إلى التحلي بالأخلاق الكريمة، حيث كان أحسن الناس أخلاقا وأكثرهم أدبا، فقد بعثه الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق. تعجز الكلمات أن تحكي ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والتواضع والحلم. كان خير قدوة في بيته، لطيف في تعامله مع الأطفال، كان يعالج الأحقاد والأضغان. ومن صفاته عليه الصلاة والسلام أنه لا يتكلم إلا فيما يفيد الناس، ويكون فيه تأليف لقلوبهم وتقريب لنفوسهم. كان صلى الله عليه وسلم يحب ذكر الله ويأمر به ويحث عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كان يقينه عليه الصلاة والسلام بالله عظيم، كان يحب الصلاة ويوصي بها. قال أنس رضي الله عنه: كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين موته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. كان صلى الله عليه وسلم صدره منشرح لكل الناس، كريم اليد، واسع الجود. ومن أخلاقه أيضا صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان وكف الأذى وترك الشتم والسب. النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، هو أسوة حسنة لنا، واتباعه وطاعته أمر واجب. لذا يجب على كل فرد أن يعرف السيرة العطرة التي تناقلتها الأجيال، وأن يلم بجوانب هذه السيرة المطهرة التي جمعت أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ومما يحق علينا أن نفخر به أن السيرة العطرة قد دونت كاملة
ووصلت إلينا شاملة لم تدع جانبا من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم دون أن تسجلها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيئها. اللهم ارفع الأوبئة والأمراض عن بلادنا وبلاد جميع المسلمين، وارزقنا إيمانا وصبرا وثباتا وتوكلا عليك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.